You want to know who's next, eh? You're next. What? Oh, that's so Goldberg taking the American. Goldberg just 31 مارس 2003 بيظهر جولدبرج اخيرا في الدبليو دبليو اي وبيعمل الديبيو بتاعه على الروك، واللي بيحصل بعدها كان مش احسن حاجه الصراحه. جولدبرج في الدبليو دبليو اي ما قدرش يلاقي نفس الزخم والنجاح بتاعه في الدبليو سي دبليو. الشركه اللي طلعت جولدبرج من هو روكي او بالبلدي كده عضو اخضر يعني وما عندوش اي خبره في المصارعه، وبيقدر ينجح هناك في وقت قياسي، لا وفي عز احتكار الان دبليو او في 97 كمان. جولدبرج فعليا كان حاجه مش طبيعيه في الدبليو سي دبليو. ده واحد هيدخل بين الدخان يكسح اللي ضده بالسبير والجاك هامر ويمشي بس كده، وانت هتحب وهتعوز تتفرج عليه وهو بيعمل كده كل مره. والقاعات وقتها كانت بتتهز من فرط تفاعل الجماهير على اي حاجه كان بيعملها. معلومه شخصيه عني وهي ان اول كليبايه مصارعه شفتها في حياتي كانت لجولدبرج، فليه معزه عندي برضو. الدبليو سي دبليو قدرت تصنع نجم جولدبرج عن طريق البرزنتيشن الفشيخه بتاعته واظهاره كالوحش الكاسب في كل ماتشاته، وطبعا الستريك التاريخيه وسلسله انتصاراته هناك. الحاجه اللي خلته يبقى حرفيا اهم نجم في الدبليو سي دبليو في ظرف سنه واحده بس، انت متخيل؟ للاسف كونك بتدي دفعه زي دي لواحد في الاساس مبتدئ وعلى الابيض كمصارع بيكلف الدبليو سي دبليو، او بمعنى صح بيكلفنا كلنا خساره واحد من الاعظم في التاريخ، بريت هارت، اللي انتهت مسيرته بسبب السوبر كيك الملعونه دي من جولدبرج. ومع نهايه سلسله انتصارات جولدبرج ومع نهايه الدبليو سي دبليو بكبرها بيظهر جولدبرج اخيرا في الدبليو دبليو اي وبيعمل الديبيو بتاعه على ذا روك. وزي ما قلت فران الاولى بتاعت جولدبرج في الدبليو دبليو اي ما كانتش بالنجاح المتوقع. هو اي نعم هيكسب بطوله العالم، لكن التريبل است بعدها هيدفنه برضه زيه زي بقيه زمايله بتوع الدبليو سي دبليو عادي جدا. جولدبرج مضى مع الدبليو دبليو اي عقد لمده سنه واحده بس، ابتدى في 31 مارس تاريخ الديبيو بتاعه وهينتهي في راس المانيا 20. من الاخر الدبليو دبليو اي بالنسبه لجولدبرج كانت مجرد تجربه على المدى القصير، وزي اغلب مصارعين الدبليو سي دبليو اللي قبله فالتجربه دي فشلت. وهنا جولدبرج بيقرر انه هيسيب الشركه بعد نهايه عقده، والحقيقه ان جولدبرج ما كانش لوحده اللي عقده هينتهي في راس المانيا 20. ذا بيست انكارنت بروك ليزنر. بروك ليزنر وحتى جولدبرج عمرهم ما كانوا من المفضلين بالنسبه لي، لكن رغم كده بروك ليزنر بالذات ليه هاله لوحده كده محدش يقدر يوصل لها. بروك ليزنر بدون نقاش هو اكتر مصارع لجت او متصدق في التاريخ. انت مش هتستجري تقول على المصارعه انها تمثيل وانت بتتفرج على الراجل ده في الحلبه. بروك كمان قادر يكون مبهر باقل مجهود. اساسا فكره ان حد بالشكل والحجم ده بيتحرك بالخفه والسرعه دي مش طبيعيه حرفيا. يمكن ناس كتير ما تحبش بروك دلوقتي بسبب انه بارت تايمر وكان بيقعد مع الحزام في البيت وبيظهر في العروض كل فين وفين، او طريقه البوكينج بتاعته او الرتابه بتاعت ماتشاته مؤخرا اللي هو تقريبا كل ماتشاته بقت زي بعض، سوبلكس F5 وخلاص على كده، حاجه زي جولدبرج بالظبط. والحقيقه ان في حاجات كتيره مشتركه بين الاثنين دول، عشان زي جولدبرج فبروك ليزنر بياخد دفعه خرافيه من وهو لسه روكي. ليزنر في ظرف سنتين من 2002 ل 2004 قدر يكسب الكينج اوف ذا رينج، بطوله العالم 3 مرات، الرويال رامبل 2003، ومين ايفنت راس المانيا 19، وكل ده في سنتين بس، انت متخيل؟ كمان زي جولدبرج فبروك ما كانش شغوف ولا مهتم بالمصارعه، بل ده بروك بالذات بيطلع جهارا نهارا في كل مقابلاته يقول كده، وان المصارعه بالنسبه له مجرد شغلانه روتينيه بيطلع منها فلوس كتير فشخ. والحاجه الاهم اللي كانت مشتركه بينهم وقت ماتشهم في راس المانيا 20 كانت ان الاثنين فعليا هيمشوا بعد الماتش ده. بالنسبه لاسباب خروج بروك فالموضوع كان اعقد شويه. في كتابه ديث كلتش بروك اتكلم عن الموقف اللي وصله لقرار انه يمشي ويسيب الدبليو دبليو اي لما بيلاعب ذا روك في عرض محلي في ميامي. وقتها بروك كان معاه بطوله العالم، وهو قاعد مع الروك بيراجعوا سيناريو الماتش قبلها بساعه، الروك بيقول له بص بقى هنا هروح اعمل لك الروك باتوم وعد 1 2 3 واكسب. وهنا بروك ضحك له عشان كان فاكره بيهزر، لكن الروك كشر له كده وقال له هو فينس ما قالكش؟ وده بيعفرت بروك، مش عشان هو هيخسر لذا روك، ولكن عشان لا ماكمان ولا اي حد من البروديوسرز عرفه بنتيجه الماتش وهو جاي يعرف بالصدفه قبلها بساعه. بروك بيقول انه فقد الثقه في فينس بعد الحوار ده، وبعدها قرار خسارته للحزام لايدي جاريرو قبل راس المانيا بكام شهر خلاه محبط بزياده وحاسس انه بيتم استبداله. انا قريت شويه من الكتاب ده ومليان تفاصيل عن بروك ليزنر افتكر محدش عارفها، فاكتبوا لي لو عايزين فيديو عن بروك في الفتره دي. ماكمان بعدها بيقول له ان هيعوضوا بعداوه كبيره ضد جولدبرج.
اول مره الاتنين دول اتقابلوا كانت في السرفايفر سيريز 2003. بروك كان بيعمل برومو ورا الكواليس بيقول فيه انه هيدعك اي حد يجي قصاده، عشان مره واحده بيدخل له جولدبرج وقتها كان بطل العالم وواجهه الرو، وبروك كان بطل الدبليو دبليو اي وواجهه سماك داون. جولدبرج بيقول له يتمنى له الحظ في ماتشه الجاي ضد تريبل اتش. بروك بص له بقرف وما ردش. الاتنين هيتقابلوا تاني في الرويال رامبل 2004. جولدبرج وقتها كان خسر الحزام بالفعل لتريبل اتش، بس بروك كان لسه بطل الدبليو دبليو اي، وفي العرض ده بيدافع عن لقبه ضد هارد كور هالي، وطبعا بيكسب الماتش. بعدها في الكواليس وفي وسط ما المذيعه بتعمل مقابله مع جولدبرج، بروك بيدخل بعد ما كسب ماتشه وبيقول ان المقابله دي المفروض تتعمل معاه هو، وهنا جولدبرج بيبعته وبيقول ان هارد كور هالي وراه، وطبعا مفيش حد. بروك بيتنرفز من الحركه دي وبينتقم من جولدبرج في ماتش الرويال رامبل. الماتش اللي بيشارك فيه جولدبرج كان رقم 30، وبيدور العجن في كل اللي في الحلبه، لكن بروك مره واحده بيجي من وراه وبيعمل له الاف 5، وده بيخلي كيرت انجل يطلع جولدبرج من الماتش. في الرول اللي بعده جولدبرج بيكسر الجدار الرابع وبيبص في الكاميرا وبيقول انه ما يفرقش معاه ان بروك ليزنر موجود في سماك داون، وان بروك ليزنر هو اللي عليه الدور. في الرول اللي بعده ستون كولد ستيف اوستن اللي كان اعتزل وقتها وبقى مدير عرض الرو بيدخل اوضه لبس جولدبرج وبيقول له ان واحد صاحبه اداله تذكره في الصف الاول لعرض نو واي اوت، العرض اللي الحدث الرئيسي بتاعه هيكون بين ايدي جاريرو وبروك ليزنر. اوستن بيقول لجولدبرج انه مش هيقدر يحضر العرض، لكنه بيديله التذكره عشان يحضر مكانه، وبينصحه انه ما يعملش نوش مع بروك بقى لو احنا جايين نهدي النفوس، فاهم؟ بول هيمن بيظهر قصاد جولدبرج في الرول اللي بعده وبيهدده انه لو قلب عقله واتدخل في ماتش بروك وايدي مش هيحصل له طيب، وهنا جولدبرج بيسبير بول هيمن. ماكمان بيحاول يهدي جولدبرج وبيقول له ما يروحش نو واي اوت، ولما جولدبرج بيروح عشان يعمل له السبير ماكمان بيبعد وجولدبرج بيسبير اوستن. في الكواليس جولدبرج بيعتذر لاوستن وبيقول له انه عمل له السبير بالغلط. اوستن بيقول له ان لو جه يوم وعمل له هو الستانر مش هتبقى بالغلط. وفي نو واي اوت بنشوف كرسي فاضي في الصف الاول عند الجماهير، وبعدها بيدخل جولدبرج وبيحضر العرض، وهنا بول هيمن بيدخل وبيهدده ان الامن هيقبض عليه لو اتدخل، لكن بروك بيمسك منه الحديده وبيقول لجولدبرج انه لو راجل يجيله، وهنا جولدبرج بيدخل له فعلا والاتنين بيدوروا الدعك في بعض. جولدبرج بيكاونتر الاف 5 وبيعمل الجاك هامر على بروك، بعدها الامن بيكلبشوه وبيطلعوه من القاعه، بس جولدبرج هيرجع تاني في ماتش ايدي وبروك وبيعمل السبير على ليزنر، وده بيدي الفرصه لايدي انه يثبت بروك ويكسب منه الحزام. في سماك داون بروك بيبقى محبط وبيتكلم عن قد ايه الحزام ده كان مهم بالنسبه له، بعدها بيهدد جولدبرج وبيوعد انه هيطلع عين اهل اللي نفضوه، وبيطلب من فينس ماكمان انه يخليه لاعب جولدبرج في راس المانيا 20. لا هو الحقيقه مش بيطلب، هو بينزل على ركبه وحرفيا بيتحايل على فينس عشان يوافق على الماتش. I'm begging you at WrestleMania 20, give me Brock Lesnar versus Goldberg. البرومو ده بتعبير وش بروك ليزنر وهو بيحزق دي قد يكون اغرب حاجه اتفرجت عليها في المصارعه تقريبا. ماكمان في الرو بيقول انه بيفكر يوافق يعمل ماتش بروك وجولدبرج في راس المانيا، لكنه شايف ان مفيش حكم عادي هيعرف يسيطر على الاتنين دول، وهنا ستون كولد بيدخل وبيقول ان هو اللي هيحكم الماتش. ماكمان بيساله طب وهتستفيد ايه من ده، واوستن بيقول له مالكش دعوه. فينس بيوافق وبكده بيتحدد الماتش بشكل رسمي في راس المانيا. غالبا كده كان في قصه هتتعمل بين اوستن وبروك ليزنر لو كان فضل، عشان اوستن بعدها بيحكم ماتش من ماكمان وإيريك بيشوف، لكن مره واحده بروك ليزنر بيجي من ورا اوستن وبيعمل عليه الاف 5. بروك بيبرر هجومه بيقول ان عمل كده عشان اوستن هو اللي ادى تذكره نو واي اوت لجولدبرج. بروك ليزنر بعدها بيسرق البيتش باجي بتاعت اوستن. اوستن في الفتره دي كان بدا يظهر بالبيتش باجي بعد اعتزاله، الحاجه اللي هتبقى جزء اصيل من شخصيته بعدها، وافتكر كان دخل بيها في ماتشه ضد كيفن اونز في راس المانيا 38. اوستن في الرو بيوعد انه هيرجع البيتش باجي بتاعته في سماك داون الجو هوم قبل راس المانيا 20. وفي سماك داون قبل راس المانيا مانجر سماك داون وقتها بول هيمن بيجمع المصارعين في اوضه اللعب وبيديهم تعليمات عشان يمنعوا اوستن من انه يوصل لبروك ليزنر ويرجع البيتش باجي بتاعته. وفي نهايه سماك داون بروك بيبقى موجود والمصارعين محاوطينه بره، وبيتحدى اوستن انه يدخل له ويحاول ياخد منه البيتش باجي. اوستن بيدخل فعلا والمصارعين كلهم بيعدوه لحد ما بيوصل للبيك شو وبيحصل ستير داون بينهم لحد ما البيك شو بيعديه برضه عادي، وبكده اوستن بياخد البيتش باجي وبيركنها عند الرام وبيرجع يتعارك مع بروك ليزنر. بروك بيخبط في عمود الحلبة وبينزل، وهنا اوستن بيدخل الحلبة وبيبلع بول هيمن ستانر. بروك بيدخل له تاني وخلاص هيعمل الاف
5 على اوستن، لكن اوستن بيكاونتر وهيعمل له الستانر، بس بروك بيملص وبياخد ديله في اسنانه ويهرب. طبعا هنا انت غالبا بتسال هو جولدبرج اختفى قسريا وراح فين؟ اللي هو البناء يحسسك ان الماتش في راس المانيا بين بروك واوستن مش جولدبرج. غالبا جولدبرج وقتها كان عرف مكمان انه مش هيجدد عقده، وده خلاه يغير الخطط ويسحبه من العروض، بس ما تعرفش برضه. سؤال منطقي كمان، وهو ازاي اوستن هيبقى حكم عادل وفير وكوافير في عز ما هو المفروض بينه وبين بروك ليزنر مصانع الحداد؟ ماشي. المهم ان كل ده بيوصلنا للماتش نفسه. النسخة ال20 من راس المانيا بتتلعب في نيويورك في الماديسون سكوير جاردن، القاعة التاريخية للمصارعة عموما وللدبليو دبليو اي خصوصا، وعروض المصارعة هناك افتكر حصرية للدبليو دبليو اي بس، لان اي دبليو كانوا عايزين يعملوا جراند سلام هناك لولا الحوار ده. والحقيقة ان جماهير الماديسون سكوير جاردن ما رحمتش بروك وجولدبرج اليوم ده، لان فعليا ورغم ان الاخبار والتسريبات وقتها ما كانتش بنفس الانتشار بتاع دلوقتي، الا ان خبر ان الاتنين دول ماشيين بعد راس المانيا كان اتنشر بالفعل والجماهير كلها كانت عارفاه قبل الماتش، مع العلم ان معلقين الدبليو دبليو اي اعلنوا عن ان بروك هو اللي هيمشي ويروح الان اف ال، وما جابوش سيره عن جولدبرج، والنتيجه كانت وصلت شتايم واستهجان وسب ديك للاتنين دول من اول الماتش لاخره. ده قد يكون اول ماتش في التاريخ الحكم فيه ياخد تشجيع اكتر من الاتنين مصارعين. اغرب هتاف في الماتش كله كان لما الجماهير قرروا يهتفوا لهوجن راندوملي كده والماتش شغال. ولو انت فاكر ان الاتنين هيحسوا على دمهم ويلجموا الجماهير باداء وماتش جامد، فانت غلطان قوي يا معلم. الاتنين دول قعدوا تقريبا 4 دقايق كاملين في اول الماتش وهما متنحين لبعض وبيلفوا حوالين الحلبة في وسط تشطيف الجماهير ليهم. اخوانا ال4 دقايق دول ويل اسبراي بيكون عمل فيهم يجي 186 سبوت وقيمة 17 هتاف ذس از اوسم حاجة كده. الاتنين بعدها بيقعدوا تقريبا دقيقتين وهم ماسكين في بعض بالمنظر ده. يمكن الوحيد اللي حاول يقدم اي حاجة كان جولدبرج، عمل حركتين حلوين الصراحه واللي هو اي منظر يعني. اما بروك فكان رامي الطوبه وجاي تأدية واجب، وبعد 14 دقيقه من العفن البصري جولدبرج بيعمل الجاك هامر على بروك وبيكسب واحده من اوسخ الماتشات في تاريخ الراسلمانيا. غالبا فينس كان لسه متعشم انه يخليه يجدد فكسبوا الماتش، وطبعا الجماهير بتديهم التشريفه في الاخر. هما ما قالوش كده بالظبط بس انا كان لازم اركبها الصراحه. لو هلخص الماتش ده بصوره واحده فهي بلا شك صوره بروك ليزنر وهو بيصبع للجماهير في نهايه العرض. من الاخر فالاتنين دول كانوا مصبعين للجماهير من قبل الماتش بقرار خروجهم، وما عندهمش ولا عايزين يكون عندهم حاجه يقدموها. وعلى قد ما ده محبط فهو متفهم برضه، اللي هو احنا بنكسل نذاكر وبنكروت اخر يوم امتحانات. هما يا دوب بس صودف ان اخر يوم امتحانات ليهم كان ماتش الاحلام في راس المانيا عادي يعني. بروك ليزنر بيصبع لاوستن وهنا اوستن بيعملوا الستانر، بعدها بيحتفل هو وجولدبرج بازايز البيره قبل ما اوستن يرجع وبيعمل الستانر على جولدبرج واللي بتاخد اكبر بوب في الماتش كله. يعني تقدر تقول ان اوستن دفن الاتنين فعليا، وبكده بتنتهي مسيره جولدبرج وبروك ليزنر في المصارعه. الوقت عدى وفاطمة جولدبرج كان ساب المصارعة نهائيا وعمل له كام فيلم كده مع ظهوره بشكل جزئي كمعلق في ماتشات الام ام اي. بروك ليزنر كان بيخوض الرحلة اللي حرفيا هتغير مسيرته وحياته كلها للأبد. بروك بعد مشاكل وصراعات ورن قصيرة مع الان جي بي دبليو بيظهر كمقاتل في منظمة اليو اف سي، وهناك بيعلي سهمه كرياضي ومن بعدها كمصارع اضعاف من لو كان فضل في الدبليو دبليو اي في 2004. مصارعين زي زراك، اوستن، اندرتيكر وجولدبرج بيحضروا انتصار بروك ليزنر التاريخي على شين كاروين في حدث يو اف سي 116. وجولدبرج بعد الماتش بيتكلم عن اعجاز بروك ليزنر. Brock is a miracle walking now. You know, the fact that he's even competing again is unbelievable. At this level is astonishing. بروك ليزنر بيعمل عودته التاريخية للدبليو دبليو اي في 2012 في الرو بعد راس المانيا 28. وفعليا اول سنة من عودة بروك ليزنر كانت عادية ويمكن اقل من العادية كمان، لانه خسر لجون سينا في ماتش عودته وخسر بعدها عداوته ضد تريبل اتش. بس كل ده بيتغير بعد الماتشين دول. اولهم واهمهم في مسيرة بروك ليزنر في المصارعة هو ماتشه ضد اندرتيكر في راس المانيا 30. الماتش اللي بيصدم فيه بروك ليزنر العالم وبيكسر سلسلة الاندرتيكر في الراس المانيا، والسلسلة اللي صمدت 21 سنة بتنتهي
على ايد ليزنر. والماتش التاني كان ماتشه ضد جون سينا في سامر سلام 2014 لما بينفض واجهة الدبليو دبليو اي اخر 15 سنة وحرفيا بيهينه وبيكسب منه بطولة العالم بعد ما بيمسح بيه الحلبة ب 16 جيرمان سوبلكس. ومن هنا بتبدأ اسطورة السوبلكس سيتي وبتبدأ معاها اسطورة بروك ليزنر كوحش لا يقهر. ولو عايز تعرف مدى هيمنة بروك ليزنر في الفترة دي، كل اللي محتاج اقوله لك ان بروك من صيف 2013 لحد خريف 2016 ما خسرش ولا ماتش. حتى لما خسر بطولة العالم في راس المانيا 31 كانت بصرف سيث رولينز للشنطة ورومان هو اللي اتثبت عادي. من الاخر بروك ليزنر كان اهم واكتر مصارع محمي في الدبليو دبليو اي وقتها، فما كانتش مفاجأة لما بيتم الكشف عن كونه بطل كفر لعبة دبليو دبليو اي 2K17. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في هوية بطل نسخة البري اوردر. بيتم الاعلان عن بطل نسخة البري اوردر للعبة WWE 2K17 وهو بيل جولدبرغ. وقتها وبحكم اللي حصل مع ابطال النسخ السابقة زي التيمت ووريور وستينج، فما كانش صعب توقع ان عودة جولدبرغ للWWE بقت اقرب من اي وقت، خصوصا ان في نهاية تريلر اللعبة بنشوف تلميح واضح لماتش بين بروك ليزنر وجولدبرغ. وفي جولته الترويجية للعبة جولدبرغ بيرمي بالكلام بشكل واضح على بروك. وفي مقابلة في برنامج ESPN سبورت سنتر جولدبرغ اتكلم بشكل وضيح صريح عن بروك ليزنر وعن قد ايه هو مش فخور بماتشهم المنيل في راس المانيا 20 وانه مدين لبروك وللجماهير بماتش تاني بينهم. وفي عرض الرو بتاريخ 10/10/2016 بيظهر بول هيمن وبيتكلم عن تصريحات جولدبرغ وبيقول ان لا هو ولا بروك ليزنر ناسيين خسارة راس المانيا 20. وبيفجر المفاجأة لما بيعلن بشكل رسمي تحدي بروك ليزنر لجولدبرغ في ماتش تاني. والصراحة بول هيمن بيفكرنا في نهاية البرومو بليه هو من أعظم المتحدثين في التاريخ. In Suplex City, you're not Goldberg, you're next. وفي عرض الرو بتاريخ 17/10/2016 جولدبرغ بيعمل عودته التاريخيه للدبليو دبليو اي بعد 12 سنه غياب. هي كانت تاريخيه فعلا يا اخوانا. انا عارف ان جولدبرغ بعدها هيمسح اللحظه دي باستيكه، بس رجعوا اتفرجوا على رياكشن الجماهير وقتها كان عامل ازاي. ويعني انا كمان عارف ان انا يمكن اكون اخر حد تتوقعوه يطلع بيحب جولدبرغ، بس انا وبلا فخر كنت متحمس فشخ لعودته في 2016. اعمل لكم ايه طيب؟ كان بايوتر ابو كرتونه بتاع بيت جدتي القديم كان مرشق بكليباته، يعني نوستالجيا ما تتوصفش، وكنت متحمس قوي اتفرج عليه وعلى عودته وقتها. جولدبرغ بيقبل تحدي بروك ليزنر بطريقه بينت بشكل واضح للضرير ان ده هيكون اخر ماتش ليه في مسيرته. Brock Lesnar, not only does that mean that you're next, but most importantly, it means Brock Lesnar, you're last. الخطة في ماتش جولدبرغ وبروك ليزنر في السرفايفر سيريز 2016 هي ان بروك هيكمل سيطرته كالوحش اللي محدش قادر يوقفه عادي جدا، وهيكسب جولدبرغ عشان يردله الخسارة بتاعت راس المانيا 20. وبعدها جولدبرغ يعتزل ويتكرم في الهول اوف فيم وجبرت على كده. بول هيمن وجولدبرغ بيتقابلوا في الرو وبيظهر واحد جوبر ابن مرة كده وجولدبرغ بينفضه طبعا. بعدها جولدبرغ بيسبير بول هيمن وبيقول له ابعتها له. في عرض الرو قبل السرفايفر سيريز بروك وجولدبرغ بيتقابلوا اخيرا في حلبة واحدة لاول مرة من ساعة ماتش مانيا 20 وبيبقى فيه شوية جردات هلاهيل محاوطينهم، وبول هيمن مش بيفوت فرصة انه يدي جولدبرغ واحدة من بتوعه. Beaten, victimized, and conquered by Brock Lesnar to... Oh, wait a minute. To such an extent that you, sir, shall be unrecognizable, that your son will call Brock Lesnar Daddy. وهنا جولدبرغ بيتنرفز وبيدور الدعك في الجردات. بروك بيقلع هو كمان وبيعمل كأنه هيدخله، بس بيمشي في الاخر ومش بيعمل حاجة. ونوصل للسرفايفر سيريز 2016 جولدبرغ وبروك ليزنر بيلعبوا في المين ايفنت اللي بيتلعب في وقت متأخر من العرض اللي كان فاضل له كام دقيقة ويخلص اصلا. وهنا الكل توقع ان بروك ليزنر هيهزق جولدبرغ بسرعة وخلاص على كده. النوستالجيا كانت جامدة قوي في دخلة جولدبرغ، من اول رزعة الباب مشيته والجردات محاوطينه
ودخوله بين الدخان، وكانت لذيذة قوي يعني وقتها. قبل بداية الماتش بيحصل بينهم الستير داون ده اللي هو البيج فايت فيل على هيئة صورة بجد. واول ما الجرس بيرن بروك بيسيطر وبيزنق جولدبرج في الكورنر، واللي هي البداية المعتادة لاغلب ماتشاته وقتها. لكنه مرة واحدة بيقف وبيبص لجولدبرج العجوز بشفقة كأنه مش عايز يفشخه جامد بدري قوي كده. وهنا جولدبرج بيزقه and the rest was history. Goldberg's spear! Lesnar's hurt! Goldberg again with a spear! Two spears to Lesnar! Brock's in trouble! Goldberg looking at the jackhammer! A jackhammer to Lesnar! Here's the cover! Oh my God! Goldberg beat Brock! دقيقة و26 ثانية هو كل اللي احتاجه جولدبرج عشان يدمر الوحش. ومش اي جولدبرج، ده جولدبرج الخمسيني اللي بقاله 12 سنة ما عتبش الحلبة. حبيته او كرهته انت ما تقدرش تنكر تاريخية الماتش ده، وازاي قلب المصارعة فواني تحتاني وقتها. بل والله ما ببالغ، ده فعليا الماتش ده هيغير الصناعة دي للابد، وده موضوع كبير اصلا هنجيله بعدين كده كده. ما اقدرش انسى شعوري وصدمتي وانا بتفرج على الماتش ده لايف والله. وغالبا انت بتسأل طب هو ايه اللي حصل للخطة الاصلية؟ والاجابة هي اسم من مقطعين، بروك ليزنر. ايوه بروك هو اللي غير الخطة، وهو اللي اقترح انه يخسر لجولدبرج بالطريقة دي بعد ما كان المفروض يكسبه عادي. والزخم الخرافي بعد الماتش ده كان معناه ان ده مش هيبقى اخر ماتش لجولدبرج ولا حاجة، لانه بيعلن رسميا مشاركته في الرويال رامبل 2017. يا ذكريات برضو مع العرض ده، اقسم بالله اقدر اسمع لك الكارد كله ماتش. كمان انا فاكر ان اتلعب في نفس يوم العرض ده ماتش مصر والمغرب في افريقيا 2017. وهسيبك تتوقع كده في الكومنتات مين معشوق جماهير الاهلي والزمالك اللي خلص الماتش ده. في الرو قبل الرامبل بيتقابل جولدبرج وبروك ليزنر لاول مره بعد السيريز، بس مره واحده بتنطفي الانوار وبيطلع لهم الاندرتيكر. اي نعم اللحظه دي ملهاش لازمه، واي نعم اندرتيكر في الوقت ده كان اوت اوف شيب بشكل محزن للاسف، لكنها كانت لذيذه برضه. في الرويال رامبل بروك ليزنر بيدخل كان رقم 26 وبيدور السوبلكسات والاف 5 في كل اللي في الحلبة لحد ما بيدخل له جولدبرج بالرقم 28. والموضوع مش بيطول لانه بيعمل له السبير وبيطلعه بكل سهوله عشان تستمر هيمنه جولدبرج على بروك ليزنر، والاندرتيكر هيطلعه بعدها. فيب جولدبرج بعدها بيدخل على خط بطوله الكون ولا ثانيه غالبا الفنان احمد العوضي هو اللي اختار الاسم ده. بيدخل على خط بطوله اليونيفرسال وبطلها كيفن اوين. وبما اني اتريقت على ناكامورا وبعدها على طول كسب بطوله الولايات، فانا حابب اتكلم عن قد ايه كيفن اوينز ده فاشل وعمره في حياته ما هيشم بطوله العالم تاني. يا رب بقى. جولدبرج بيسكوش كيو وبيكسب منه الحزام في فاست لين. واي نعم ده كان قرار غلط فشخ، لكني بحب هذا القرار جدا لاسباب هقولها بعدين. في الوقت ده كان بروك ليزنر بالفعل اتحدى جولدبرج الماتش اخير بينهم في راس المانيا 33. في الرول بعد فاست لين بروك ليزنر بيبارك لجولدبرج على فوزه بالحزام وبيمد ايده عشان يسلم عليه، لكنه مره واحده بيغدر بيه وبيشيله ويهبده بالاف 5، وبكده بيتحدد الماتش بينهم بشكل رسمي في راس المانيا 33 على بطوله اليونيفرسال. في الرو قبل الراس المانيا وبعد تهديد ووعيد بول هيمن مع ليزنر بيظهر جولدبرج وبيعمل له سبير عيانه كده بره الحلبه، وبكده نوصل لماتشهم في راس المانيا 33 واللي كان ببساطه واختصار التعويض المثالي عن كارثه ماتشهم في راس المانيا 20. بدايه متفجره ورتم سريع بشكل مبهر بالنسبه لاتنين بحجمهم، سبوتات جامده، سبوت كسر الباريكيد ده كان جامد وقتها قبل ما بروك يقرر يسبامه في كل ماتش مع رومان رينز. كيك اوت نادر فشخ للجاك هامر من بروك، ويعني مش عايز اهبد واقول ان دي اول مره في التاريخ حد يفك من الجاك هامر، بس معروف ان الحركه دي محميه قوي ونادرا ما حد فك منها. ولحظتي المفضله في الماتش هي الكاونتر المبهر بصريا ده من بروك ليزنر. عمري ما هبطل انبهر في كل مره بشوف بروك بينط النطه دي، ومن هنا بتتقلب موازين الماتش بالكامل لصالح ليزنر اللي حرفيا بيفسح جولدبرج في السوبلكس سيتي ب10 جيرمان سوبلكس وبيخلص بالاف 5 عشان يقهر بروك ليزنر شبح جولدبرج ويفوز عليه اخيرا لاول مره في مسيرته. الماتش فعليا ما كملش 5 دقايق، 4 دقايق و45 ثانيه، لكن بروك وجولدبرج طلعوا فعليا كل اللي عندهم في الوقت ده، وفعلا قصر مده الماتش خدمهم لان الاتنين دول مع بعض ما يقدروش يقدموا اكتر من كده. ماتش لذيذ استغل قدراتهم بشكل مثالي وبينهي فعلا عداوه تاريخيه بالنسبه
بالنسبه لي على الاقل. اي نعم تبعاتها هتبقى منيله ب 6000 نيل على دماغنا، لان بروك بيطول بحزام اليونيفرسال وبيكسر رقم ال 434 يوم التاريخي بتاع سي ام بانك. هو كان بيدفي الحزام في بيتهم 3/4 المده دي، بس تمام يعني. اما جولبرج فبيتحول لسرطان حرفيا في كل مره ظهر فيها في الدبليو دبليو اي بعد الماتش ده، وبيقدم لنا شويه ماتشات كل ماتش يقول للتاني الطين عندي، فاهم؟ لكن هيفضل ماتشهم في مانيا 33 الختام المثالي لعداوتهم العظيمه. وده بيوصلني لسؤال الحلقه، وهو ايه اعظم ماتش قصير اتفرجتوا عليه في تاريخ المصارعه؟ يحضرني دلوقتي مثلا ماتش كايل ورايلي وداربي الين في دبل اور ناثينج، وطبعا ماتش سي ام بانك ضد ايدي كينغستون في فول جير. مهتم قوي اعرف ارائكم واجاباتكم في الكومنتس. لو انت وصلت لحد هنا انا مش عارف اقول لك ايه، ولو انت فعلا وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك وسبسكرايب والحاجات اللذيذه بتاعت اليوتيوب اللي انا ما بعرفش اقولها، فانا فعلا مش عارف اقول لك ايه يعني. يا ريت تعمل والله. وبس كده.